مساء الخير على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. الشتا والسقعة عايزين شوية قراقيش بقى كده حلوين جنب كوباية الشاي أو الشاي بلبن. تعالوا بقى هنعمل مع بعض كده مقدار صغير من القراقيش، هيعجبكم جدا. سهل وسريع وبسيط وبشكل جديد زي ما انتوا شايفين. المقدار صغير ما خدش مني حاجة، يعني هتقومي تعمليه على طول بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة عندك في البيت. يلا نشوف الجمال ده تعمل ازاي ونقول بسم الله. اول حاجة هجيب نص كوباية من المية الدافية وهنزل عليها باكت من الخميرة الفورية او معلقة كبيرة. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من السكر وهقلبها كويس جدا لحد ما احس ان السكر داب معايا في المية الدافية والخميرة. اركنها على جنب واجيب بقى باقي مكوناتي. انا هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق نخلهم كويس، نزلت عليهم بنص معلقه صغيره من الملح، عليهم كوبايه نصها زيت ونصها سمنه، او لو تحبي تعملي 3/4 سمنه وربع زيت زي ما انت حابه. نزلت عليهم بمعلقتين كبار من السمسم، معلقة من الشمر على اليانسون، وهقلب بقى كل الخليط ده كويس جدا لحد ما يتغلف معايا بالسمنة. يعني هقعد بقى كده أبسه. يعني ايه أبسه؟ يعني امسكه كده ما بين كفين ايدي وأبدأ أخلط السمنة والزيت كويس جدا مع الدقيق زي ما احنا شايفين كده لحد ما الدقيق كله يتغلف وما يبقاش معايا خالص. يعني دي في العجينة احس انها كلها كده اتغلفت بالسمنة، ودي اهم خطوة في اي عمل. لو عملتي اي قرايش زي ما احنا شايفين بعمل ازاي، بغلفها حلوة قوي. خلاص اتأكدت انها كلها بقى اتغلفت كده بالزيت والسمنة. هبدأ انزل بنص كوباية المية اللي انا مدوبة فيها الخميرة والسكر، وهبدأ ألم بقى العجينة واعجن بالسوائل اللي أنا حطيتها دي. لو تلاحظوا إن هي سايلة جدا، أول ما هتحطي السوائل هتلاقيها كلها كده عمت فيها، ما تقلقيش خالص. أول ما هتبدأي عجني فيها هتلاقي إن العجينة بدأت تشرب نص كوباية المية الدافية بالخميرة، وهتتعجن معاكي زي ما انت شايفة كده. شايفين كده العجينة اتلمت معايا وبقت عجينة زي الزبدة، طرية جدا ما بتلزقش في الإيد. هركن بقى العجينة دي تخمر لمدة ساعة، وبعد كده هبدأ أشتغل فيها. طبعا هي مش هتخمر كتير علشان نسبة الدهون عالية فيها. هغطيها بقى لمدة ساعة كده، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. بعد ساعة خمرت كده زي ما انتوا شايفين. الخمر طبعا مش كتير علشان نسبة الدهون فيها بتبقى عالية، فبتخمر بس ما بتخمرش كتير. هجيب بقى العجينة، هنزل الخمر ده كله كده تاني، وهاجي بقى على الرخامة امسك قطع قطع ابرمها زي ما انتوا شايفين. عارفين القراقيش اللي هي السادة الطويلة؟ بس انا هعملها بشكل ايه؟ زي ما انتوا شفتوا في الاول، شكل الهلال. الشكل ده سهل جدا وبسيط، مش هياخد منكم حاجة. دي بصمة الكحك. اي حاجة عندك مدورة، قطعة مدورة، إيه، كوباية، هتاخدي اول قطعة كده هتقطعيها هتشيليها، لان هي مش هنحتاجها، لازم تتشال عشان بعد كده تطلع معانا الشكل اللي احنا عملناه. هبدأ بقى اجيب كده من حرف العجينة وهقطع زي ما انتوا شايفين. هوصل لنص الدايرة بس وهبدأ اقطع. شايفين طلعت معايا الشكل ده. هرصهم على صينية. الصينية مش هتبقى مدهونة اي حاجة. تاني قربت لكم الكاميرا شوية عشان تشوفوها. هبدأ اجي كده على العجينة لحد نص الدايرة، مش هملاها كلها، وهبدأ اقطعها. بتتشال معايا، وده السمك اللي انا عايزاه. لو انت حابه القراقيش تكون طريه شويه، ممكن تخليها سميكه عن كده، او تكون التبطيطه بتاعتك تخينه شويه مش رفيعه. خلاص تعالوا كده نشوف من فوق. شايفين انا عملتها لحد فين؟ لحد هنا، لحد نص الدايره. وهقطع وهحط بقى في الصينية، هرصهم كلهم في الصينية كده جنب بعض. اولا الشكل ده حلو قوي، سهل بسيط، مش هياخد منك وقت وهينجز معاكي كتير. حابة تعمليها رقيش طويلة عادية اعمليها، ممكن تقطعها دواير كلها كاملة، مفيش اي مشكلة. يعني مش لازم الشكل ده، بس انا قلت حبيت اغير لكم شوية في شكل القراقيش التقليدية بتاعتنا. عايزة اقول لكم انها شكلها كده يفتح النفس، يعني مجرد الشكل لوحده كده شكلها لذيذ جدا زي ما شفتوا في اول الفيديو. طبعا بكون قبل ما اخلص المقدار بتاعي بكون مجهزه الفرن ان هي مش هتخمر كتير،
هجهز الفرن على درجة حرارة تحت المتوسطة. اول ما اخلص الكمية كلها كده برش على الوش كده شوية من السمسم وحبة البركة، ممكن دهنة بالفرشة كده مية عشان السمسم وحبة البركة يلزق معاكي. لو مش حابة الحركة دي استغني عنها. هي القراقيش كده كده من غير حاجة طعمها روعة. شايفين يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ النار تحت المتوسطة. لو انت عايزة القرقوشة كده بتقرمش معاكي، لو عايزاها طرية شوية ممكن تعلي النار فوق المتوسطة. بس هي قراقيش يعني حاجة بتقرمش كده شوية. دي بقى جنب كوباية الشاي باللبن هتاكليها وهتستطعمي بيها، سهلة وسريعة وما خدتش مننا وقت ومقدار صغير جدا. حبايبي جربوا الطريقة السهلة السريعة في عمل القراقيش السادة دي، انا متأكدة جدا انها تعجبكم. ولو عجبكم بالفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.